أيها السادة والسادة، أهلا بكم. معكم الموعد يتجدد ونحن معكم في تمام الخامسة، ولما بنتواجد دوما في الخامسة مساء وبنقول لحضراتكم 7 دقائق فيها أبرز الأخبار الخفيفة والطريفة والظريفة لدينا، ومنها الآتي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيها السادة والسادة يرسل لكم بالعديد من الرسائل. هذه الرسائل قد تكون للمواطن المصري وقد تكون ل كل مهتم بالسياسة في العالم عامة. هذه يعني البيانات أو الرسائل قد تكون رسائل أمنية أو سياسية أو غيرها، لكنني أعرضها لحضراتكم كما قيل نصا من نص كلمات السيد الرئيس في لقائه مع كبير مستشاري ترامب السيد مسعد بولس. السيد الرئيس يقول: هناك رفض مصري قاطع لأي مساس بسيادة السودان، وأن الأمن المائي المصري أولوية وجودية مرتبطة بالأمن القومي. أيها السادة والسادة، مصر تدعم الجهود الدولية لإنهاء الحرب في السودان وتوافق على خفض التصعيد وحلول سياسية لأزمات المنطقة عامة. كمان سيادة الرئيس تحدث مشكورا على توافق أو تنسيق مصري أمريكي حول السودان وليبيا والقرن الإفريقي، والتأكيد على عقد المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي 2026، إضافة إلى أن السيد الرئيس أكد على محورية التعاون الاستراتيجي بين مصر وأمريكا. مستشار ترامب يؤكد بنقل تحيات الرئيس ترامب إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيها السادة والسادة، هذه هي الرسائل، لكن هناك أيضا أخبار ورسائل من السيد وزير الخارجية، وفي لقائه أيضا مع مستشار ترامب يقول أن موقف مصر، وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي يقول أن موقف مصر ثابت من وحدة ليبيا ويدعو إلى حل شامل وخروج جميع القوات الأجنبية، إضافة إلى أنه السيد بدر عبد العاطي يقول أن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال مخالف للقوانين الدولية وينتهك سيادة الأراضي الصومالية، وأن مصر ترفض المساس بأرض الصومال. أيها السادة والسادة، الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة. كمان هناك محاكمة السيد وزير التربية والتعليم، ده هناك تحديد جلسة عاجلة بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي، والجلسة 15 من مايو. السادة والسادة، محافظة القاهرة بتعلن في بيان رسمي عن بدء استقبال عروض فنية مالية للشركات المخصصة لإنشاء شلاتر للكلاب كمأوى للكلاب الضالة. كمان السيد مصطفى مدبولي السيد رئيس مجلس الوزراء يقول أن الحكومة حريصة على التكامل مع البرلمان في الدورين التشريعيين. وأيضا السيد وزير الخارجية المصري في لقائه مع السيد وزير الخارجية الجيبوتي يؤكد أن على رفض مصر أي إجراءات أحادية قد تمس سيادة الصومال. كمان هناك أيها السادة والسادة، مجلس الوزراء المصري يوافق على القواعد التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات. وكمان عندنا مجلس النواب المصري هناك العديد من الأخبار المتعلقة به، منها أن السيد أحمد مناع انتخب أو عين أمينا عاما لمجلس النواب المصري. وكمان عندنا عدد من الوزراء تولوا رئاسة العديد من اللجان. السيد سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وكان وزيرا للخارجية. أيضا معنا السيد القصير، النائب السيد القصير كرئيس للجنة الزراعة والري وكان وزيرا للزراعة. السيد أشرف الشيح كان وزيرا للتعليم العالي وهو رئيسا للجنة التعليم العالي. السيد محمود شعراوي كان وزيرا للتنمية المحلية وعين واختير وانتخب رئيسا للجنة الإدارة المحلية. السيد الوزير طارق الملا كان وزيرا للبترول رئيسا للجنة الطاقة والبيئة. السيد محمد سعفان كان وزيرا للقوى العاملة رئيسا للجنة القوى العاملة. وكمان السيد علاء الدين فؤاد وزير الشؤون النيابية كوكيل للجنة الشؤون الدستورية. أيها السادة والسادة، ده الوزراء اللي تم انتخابهم رؤساء للعديد من اللجان في البرلمان المصري. أنا معي العديد من الأخبار العالمية، ومن هذه الأخبار العالمية أن الرئيس الأمريكي يقول أنه سيعود إلى البيت الأبيض لبحث الأوضاع في إيران. كمان عندنا أن الصين تدعو أو ترعب أمريكا تحديدا وإسرائيل أن هي تعلن رسميا أنها ستشارك إلى جانب إيران. كمان أمريكا يا سادة السادة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا إلى تركيا أو أرمينيا كلما أمكن بسرعة.
يعني ده بيقول او بيطرح تساؤل، هل حانت يعني لحظه المواجهه او ساعه ضرب ايران؟ ده طبعا بتؤكد عليه فلايت رادار ان هو رصد يعني اقلاع طائره نتنياهو لجهه غير معلومه، وده طبعا بيقول ان ربما يكون او يلوح في الافق اتفاق ما او يعني حركه ما. ايها السادة والساده، هناك يعني اقتصاديا هناك ارتفاع جنوني في اسعار الذهب، ودي نقطه يعني هم بيعتبروا ان الملاذ الامن الذهب والفضه وشيء من هذا القبيل، لكن دوما مع التقلبات السياسيه يلجا البعض الى يعني تخزين او شراء او اكتناز ذهب، وربما يكون ده جزء ايضا من الصراع الاقتصادي بين امريكا والصين للاستحواذ على الرصيد الاكبر من الذهب، وربما ياتي بعدها التخلي عن الدولار. هنا يعني شاشه الدولار صبيحه هذا اليوم يعني شهدت ارتفاع 30 دولار دفعة واحدة، انه وصلت أوقية الذهب إلى 4616 دولار، وده طبعا من الحاجات اللافتة للنظر. أيها السادة، ربما يكون آخر الأخبار الطريفة والخفيفة لدينا خبر يتناول كرة القدم، واحنا يعني بعد حوالي الساعة والنصف على موعد مع مباراة كرة القدم بين مصر والسنغال. ودوما عندما نتحدث عن كرة القدم بنتناول بالتحليل بلغة الأرقام تحديدا يعني الدول الأربعة اللي في نصف النهائي، نيجيريا والسنغال ومغرب ومصر، وبنقول لحضراتكم انه بلغه الارقام وفقا للعديد من التحليلات بتقول على سبيل المثال ان نيجيريا فيها 26 محترف، ان السنغال فيها 23 محترف. احنا بنتكلم على المحترفين في دول اوروبيه، 26 محترف في السنغال، 26 محترف في الدول الاوروبيه من نيجيريا، و23 محترف في الدول الاوروبيه من السنغال، و20 محترف في اوروبا من المغرب، وثلاث محترفين من مصر في اوروبا. يعني هو محمد صلاح، عمر مرموش، اعتقد مصطفى محمد ان تريزيجيه رجع النادي الاهلي. ده يعني ربما يكون ده بيعطي دلاله على ان الاحتراف هو سبيل الارتقاء بكره القدم واحتكاكات واشياء من هذا القبيل، ودي طبعا اللي اكدت عليه القياده السياسيه بمشروع البطل الاولمبي منذ عده سنوات، او تكرار تجربه محمد صلاح، عمر مرموش او غيرهم. لكن يعني لما بنقول ان احنا على موعد بعد ساعه ونصف تحديدا مع مباراه لكره القدم، الموضوع ليس بفكره مباراه كره قدم فقط، ولكن من يرفع العلم المصري في مكان ما او محفل ما، او يردد اسم مصر او النشيد المصري، او يعيد بطوله ويعيد الفرحه للشعب المصري اللي هو مستنيها وبينتظرها، ربما تكون او يجد سلواه في كره القدم، او يعني انتصار بطريقه او باخرى. يا الساده، في الغد ان شاء الله لنا معكم الموعد و7 دقائق في تمام الخامسه، لكن احنا دوما لما بنعرض حضراتكم هذه الاخبار الخفيفه والطريفه والظريفه لدينا، سواء كانت يعني اقتصاديه او سياسيه او رياضيه او فنيه او غيرها، نعرضها عليكم بحياديه تامه، متمنيا لكم الصحه في الغد ان شاء الله يوم جديد و7 دقائق. شكرا لكم.